السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نهار جديد، فيديو جديد، قصة جديدة. قصة اليوم في عام 1998 في مدينة الدار البيضاء. من محطة ولاد زيان ينتقل واحد الكار تيدير الدار البيضاء قنيطرة، هز الناس اللي هما متوجه لمدينة القنيطرة وشد الطريق. لكن هذا الكار هذا في الطريق ديالو لا شير عليه شي حد غادي لشي مدينه هو غادي يدوز عليها او لا يدخل ليها، تيهز الناس، بمعنى تيطلع وتيهز الناس من خلال ديك الطريق اللي هو شاد من كازا لقنيطره. طلعوا الناس وهبطوا الناس والكار ماشي في امان الله. واحد اللحظه توقف الكار تقريبا في مدينه بن سليمان، وهز شي ناس، مرأة وراجلها، طلعوا للكار، لقاو واحد جوج بلايصات حدا بعضياتهم خاويين، جلس فيها السيد هو والزوجة ديالو، والكار تحرك وكمل الطريق ديالو. السيد مين كان جالس مدد رجليه كجميع الناس اللي هما تيطلعوا للكار تيبغيو ياخذوا الراحه ديالهم، كاين تينعس، كاين اللي تيبقى فايق، كل واحد وتيختار الطريقه اللي غادي تريحو في الجلسه ديالو. هاد السيد حس بشي حاجه تحت رجليه، بمعنى تحت الكوسان اللي هو قدامه تحت كاينه شي حاجه. جرها تلقى واحد القفه ديال الدوم مغطيه بواحد الفيطه فيها شي حاجه الوسط ومغطينها من الفوق بفوطه. هاد السيد ظن انها ممكن يكون نساها شي حد كان جالس قبل منه في هاد المكان، فاذا به عيط على الكريسون ديال الكار، قال لها ودي راه انا لقيت هاد القفه هادي، يمكن كان شي حد هنا قبل مني نساها، هاكا خليها عندك ربما يجي يسول فيها. السيد الكريسون خداها هبطها البلاصه ديال الامتعه فين تيحطوا الناس في الكار، حطها تما وقال له ربما صاحبها يجي يسول عليها، يلقاها في امان الله. ما جاش من غادي يرجعوا لكازا، نحطها في المكان ديال الامانه في المحطه، لان هاد السيد هذا الكريسون تاكد بان هاد القفه هذه اللي نساها كان جاي معاه من البدايه ديال الخروج ديال الكار من كازا، لان الكار اول وقفه كان وقفها وطلعوا فيها هاد الناس هادو ان هذيك البلاصه خوات، يعني ما بين بوزنيقه وبن سليمان. هو هز الناس اللي هزهم من بوزنيقه ما كانوا طلعين معاهم لا قفه لا حتى شي حاجه، هذا لانه تاكد الكريسون بان هاد القفه هذه صاحبها جا معاه من كازا. حطها كيف قلت لكم وكمل الطريق ديالو حتى وصل لمدينه القنيطره. عاوتاني عمر الكار ورجع في الاخير انه يرجع للدار البيضاء من المكان اللي هو طلع منه في الاول. المكان الاخير ديالو هو المكان ديال الانطلاقه ديالو. كيف تعرفوا جميع الناس الكار اللي تيكون تيطلع من واحد المدينه خاصو ضروري يرجع يبات في ديك المدينه. المهم الناس كلهم نزلوا وخدوا حويجاتهم. الكريسون قبل ما يحط الكار ويمشيو بحالاتهم هو والشيفور ضروري تيهبط للبلاصه ديال الامتعه تيشوف واش بقات شي حاجه ديال شي حد نساها او لا، شي حد ممكن حط شي حاجه وما ردش بالو او لا تغلطت ليه مع ديال شي حد اخر. الكريسون بقى تيقلب لقى شي حد نسى واحد الصاك، شي حد نسى ميكا، شي حد نسى الشنطه ديالو. كيف قلت لكم تيهز دوك الحوايج وتيحطهم في الامانه في المحطه. السيد اذا به كان ديك الساعه الصيف، بدا تيهز في الحوايج وتيخرج من الكار حتى وصل لديك القفيفه اللي هو قلت لكم عطاها ليه السيد اللي لقاها في الكار. السيد يلا غادي يهز ديك القفه، تيشم انها طالعه من واحد ريحه كريهه. قال ودي ممكن الناس يكونوا مقضين فيها شي لحم ولا شي حاجه، بما انها قفه ديال التقضيه ديال الخضره. قال ما يمكنش نحط هذا الشيء في الامانه يزيد يخنز ليهم على الحوايج، الا كانت شي حاجه خنزت وفسدات نقلبها الطرمه، وديك الساعه من يجي صاحبها راه غادي نقول ليه شنو وقع. السيد فعلا حيد ديك الفيطه من ديك القفيفه، بدا تيحل ديك الميكا اللي هي تحت من ديك الفوطه في وسط القفه. اذا به تيتفاجئ وتيتصدم بانهم ايادي بشريه مقطوعه وبقى الدم لاصق فيها، بمعنى ان داك الشيء جديد او ديك الجريمه جديده. السيد تخلع، عمره ما شاف داك المنظر، تفاجئ به، عمره ما وقع ليه في شي كار خدم فيه انه يشوف شي جثه، ومع انها تتوقع بزاف ديال البلايص، غير كاين اللي صادف شي حاجه بحال هادي وكاين اللي لا. الكريسون عيط على الشيفور ديال الكار
تخلع، شاف داك المنظر حتى الشيفور تخلع، قال هذه جريمه، شي حد كان اختار بانه لما تبين لهم ان هاد القفه هذه بغاها توصل لشي مدينه اخرى ويخفي معالم الجريمه. مشاو توجهوا للبوليس اللي كاين في محطه ولاد زيان، علموهم، جاو شافوا داكشي، دوك البوليس عيطوا على الناس المختصين ديال الشرطه القضائيه، الناس ديال التشخيص القضائي، جاو فعلا الشرطه لعين المكان، تيقلبوا داكشي، داروا المعاينه ديالهم، تبين لهم بان دوك الايادي ديال راجل ماشي ديال امراه، وان داكشي اللي كيف قلت لكم انهم مقطوع جديد. وداروا المعاينه ديالو، حاولوا يسولوه بان هاد القفه هذه منين طلعات اولا منين نزلات، شكون الناس اللي هما طلعوا معاك هازين هاد القفه. الشيفور قال لهم ودي لقاها السيد، طلعناه من بن سليمان، وديك البلاصه كانت خوات تقريبا، شي حد نزل يعني ما بين بوزنيقه بن سليمان، ما وصلش حتى للرباط او لقناطره. قال لهم انا متاكد اللي حط هاد القفه طلع معانا من مدينه الدار البيضاء، وكان عارف الكار اي توجه لمدينه القنيطره، تيمشي اخر محطه ديالو القنيطره. السيد ممكن انه كان بغى يوصل هاد القفه تما وخاف، لان حنايا ممكن ان الجندارم شي مرات في الطريق تيوقفونا وتيطلعوا الكلاب البوليسيه ديالهم وتيطلعوا وتيقلبوا الناس اللي هما شكوا فيهم. السيد ممكن انه خاف لحط هاد القفه انه يصطدم برجال الدرك الملكي ويقوموا بالتفتيش ديالو ويحصل متلبس. قال اللهم نتخلص منها في هذا المكان ونخليها، واللي بغى يطرا لا عين شافت لا قلب وجع. هنا البوليس من بعد المعاينه ديالهم ما تبين لهم حتى شي حاجه، ما كاين بصمات ديال شي حد على دوك الايدي، ما كاين بصمات ديال الناس اللي هما حطوا هذيك القفه من غير الشيفور اللي هزها، والناس اللي هما لقاوها ما قاسوهاش اصلا. كي شاف السيد عيط على الكريسون هزها. مشاو دازت تقريبا واحد اليومين تيتعلموا رجال الشرطه القضائيه بانه كاينه واحد الجثه ديال انسان مرميه في واحد الزباله وما مغطيه ما حتى شي حاجه، وهاد الجثه هادي ديال على ما تبين للناس من راسو انها ديال راجل. فعلا مشاو داروا المعاينه ديالهم، اذا بهم تيكتشفوا ديك الجثه اللي لقاو مقطوع ليها الايادي. هزوا ديك الجثه لمستودع الاموات، داروا لها التشريح، قارنوها مع دوك الايادي اللي لقاو في ديك القفه، تتبين لهم بان هاد الايادي مطابقه لهاد الجسد هذا، ولكن ما معروفش شكون اللي دار هاد الجريمه وشكون هو هاد الشخص هذا. هنا غادي يبحثوا على شكون هو الشخص اللي ممكن يوصلهم الجريمه. داروا السيد من خلال البصمه ديالو، تعرفوا على الهويه ديالو، تعرفوا على مكان السكن ديالو. توجهوا رجال الشرطه الى مكان السكن ديال الضحيه اللي لقاوه مقتول ومرمي. مشاو لواحد الحي بلا ما نذكر الاسم ديالو في مدينه الدار البيضاء، تيدقوا في الدار، تيطلع لهم واحد الولد صغير، عطاوه الاسم ديال الراجل اللي جايين تيستولوا عليه اللي هو الضحيه. قال لهم الولد ودي راه الاب ديالي هذا، وراه خرج تقريبا هذه واحد 3 ايام، وراه انا ديكلاريت ومازال لحد الساعه ما لقيناش. قالوا لي ودي الوالد ديالك الله يرحمه، الوالد ديالك لقيناه ميت، طرف مليوح في الزباله وطرف تلقى في واحد الكار. حكاو الولد على كيفاش تم التشويه ديال الجثه ديال الاب ديالو، وكيفاش تلقى ميت ماشي موتة عاديه، السيد ميت مقتول. هنا رجال الشرطه القضائيه داروا الخدمه ديالهم وبداو في البحث مع ولد الضحيه. هل الاب ديالك عنده شي اعداء؟ عندكم شي ناس وقعت بيناتكم شي مشاجرات في الايام الاخيره؟ عندكم شي مشكل مع شي حد تشكوا فيه بانه ممكن يكون هو القاتل ديال الاب ديالك؟ الولد قال لهم ودي الاب ديالي ما تيردم واحد الانسان عنده 60 سنه، راجل كبير، ومن الجامع للدار ومن القهوه للدار. الاب ديالي حنا اللي تنخدموا وحنا اللي تنعطيوه المصروف، والاب ديالي كبر في السن وعنده ما عنده حتى شي عداوه مع شي حد. الا خرجتو سولتو الجيران الاب ديالي محبوب عند الجميع. فعلا رجال الشرطه مشاو وسولوا عليه عند الجيران، كلشي تيمدح بداك السيد، كلشي تيقول لك بانه سيد متقي الله، ما عنده مشكل مع حتى شي واحد. لحد الساعه البوليس ما لقاو حتى شي اثار لديك الجريمه اللي هي وقعت. داز واحد الاسبوع، تتفاجأ رجال الشرطه القضائيه من جديد بان واحد السيد مقتول حدا المحل ديالو اللي هو بقال تيبيع المواد الغذائيه، واللي بلغ على هاد الجريمه هذه الابن ديال هاد الولد هذا. توجهت رجال الشرطه من جديد الى عين المكان، تيتفاجئوا بان السيد مضروب عده طعنات للظهر
ومقطعين ليه اليدين ديالو وميت وغارق في دماياته. والولد ديالو كيفاش اكتشف الجريمه ديال الاب ديالو قال لهم ودي الاب ديالي متعود يسد المحل ديالو مع العشرة وتيجي للدار. وصلت العشرة ما جاش، وصلت 11 ما جاش، وصلت 12 ما جاش. جيت عنده الحانوت ديالو نشوفه، اذا به تلقاه طايح وغارق في الدم ديالو حدا الحانوت، وتا واحد ما شاف شي حاجه. وعيد نغوت والجيران خرجوا تيقول لك ما سمعنا غوت، ما سمعنا حتى شي حاجه، ما شفنا شي حد ضرب هذا السيد ومشى. بمعنى ان تبين رجال الشرطه بان هذا السيد هذا ممكن يكون هو نفسه اللي قام بالجريمه الاولى، لان نفس الطريقه ديال الموت. حتى السيد الاول نسيت ما قلتش لكم بانه تلقى في الزباله مضروب طعنات هي اللي كانت السبب في الموت ديالو، ومن بعد تقطعت ليه يده. والشخص الثاني يعني تلقى مضروب للظهر ومقطع ليه يده في واحد المكان اللي هو تعتبر مكان عام في الشارع. يعني هذا المجرم هذا قام بواحد الجريمه يعني بكل الاريحيه، بدون ما انه يخاف شي حد يشوفه، او لا اختار المكان بالضبط اللي هو ممكن ينفذ فيه الجريمه بدون ما شي واحد يشوفه. هنا رجال الشرطه استنفرات، فرقت العناصر ديالها في جميع الاماكن ديال هذيك الاحياء ديال مدينه الدار البيضاء. ولكن للاسف نقول لكم واحد الحاجه، ان المجرم الاول الضحيه الاول والضحيه الثاني تقريبا من نفس المنطقه، او نقولوا السكن ديالهم متقارب. ممكن هذا سكن في هذا الحي والاخر في الحي اللي وراه، بمعنى انه حي واحد تيجمعهم. بحال نقولوا مثلا الولفه في الدار البيضاء، الولفه فيها عديد من الاحياء، فهذا نفس الشيء اللي وقع في هذه الجرائم اللي هي وقعت في هذا الحي في مدينه الدار البيضاء. انا عارفه هذا الحي ولكن ما بغيتش نذكره احتراما للناس ديال هذا الحي. كيف قلت لكم البوليس استنفروا ووزعوا العناصر ديالهم في ذاك المكان واحد المده تقريبا ديال 10 ايام ديال الخدمه ليل ونهار، وهما عاسين على انه ممكن هاد بالنسبه لهم سفاح اللي تيقتل بهذه الطريقه وبهذه الوحشيه انه ممكن يطيح بشي ليله ينفذ فيها الجريمه ديالو. ما وقعت حتى شي جريمه في هذيك الفتره، بمعنى هذا السيد هذا وقف على الجرائم ديالو. تبين ليه بان البوليس متربص ليه، والبوليس قايم بواحد الدور اللي هو كبير باش يطيحوه. توقف تقريبا 3 شهور. البوليس هنا قالوا ممكن هاد السيد هذا تكون وقعت ليه شي حاجه، ممكن انه خاف وتوقف على الجرائم ديالو، والحمد لله ما بقات حتى جريمه تتوقع من بعد ما ان الناس ديال داك الحي خافوا. كل واحد ولا خايف على راسه، كل واحد ولا خايف على اولاده، بان معنا سفاح في نفس الحي تيقتل الناس بكل اريحيه بدون ما حتى شي واحد يشوفه، بدون ما ان البوليس يعثروا على شي حاجه من معالم الجريمه. لحد الساعه الضحيه الاول والثاني ما تعرفوش على القاتل ديالو. اللي قدروا يتعرفوا عليه على انه نفس طريقه القتل ما بين الاول والثاني، اللي قدروا يتاكدوا بانه يكون القاتل واحد. كيف قلت لكم دازت 3 شهور. واحد النهار تيجيو واحد الاولاد ديال واحد الضحيه تيتصلوا برجال الشرطه القضائيه بانهم لقاو يدين مقطعين قدام الباب ديالهم، وانهم تاكدوا منهم انهم يدين ديال الاب ديالهم، ولكن الجسد ما كاينش، كاين غير اليدين. توجهوا رجال الشرطه القضائيه لعين المكان، تيشوفوا بانهم فعلا يد بشريه مقطعه محطوطه قدام الباب ديال المنزل ديال صاحب دوك الايادي. هنا بدا البحث مع الولاد ديال داك السيد اللي هو تلقاو يديه قدام الباب. شكون هو الاب ديالكم؟ كيفاش وقع الاب ديالكم؟ هنا واحد الابن ديالو تيعطي الاقوال ديالو رجال الشرطه القضائيه. قال لهم ودي الاب ديالي سميتو بوجمعه، والاب ديالي راجل كبير وما خدامش، ولكن فيه واحد البليه اللي هي خايبه ما بغاش يحيدها. الاب ديالي تيسكر، يعني مدمن ديال الخمر. قال لهم من العشيه تيهبط قدام الباب وتيبقى يشرب، ولكن ما تيدير لا صداع لا حتى شي حاجه. تيكمل الشراب ديالو تيطلع للدار. قال لهم انا جاي من الخدمه، لقيته جالس في الباب كالعاده وجالس تيشرب، وجلست هدرت معاه شويه وقلت لها الوالده انا نطلع ندوش وواحد شويه، وطلع تبعني باش نتعشاو بكري باش نعس بحالاتي بكري، راك عارفني تنبغي نوض الخدمه. قال لي واخا وليدي سير الله يرضي عليك. انا قال لهم طالع مع الدروج تنسمع واحد السيد جارنا سميتو العروسي جا وسلم عليه وقال لي كي داير بابو جمعه لاباس عليك، وخليته تقريبا جالس معاه. هو اخر واحد كان جالس مع الاب ديالي. طلعت فعلا قال لهم دوشت
قلت الاخت ديالي عيطي على الوالد يطلع نتعشاو، تطلختي تقول لها ودي الاب ديالي ما كاينش وكاين غير الكرسي ديالو خاوي. كيفاش؟ ما يمكنش. قال لهم انا نزلت باش نقلب عليه، انا مشيت ورجعت تلقى هاد اليدين محطوطين في الفتره اللي انا طلعت فيها ما كان حتى شي حاجه، مي رجعت لقيتهم محطوطين. هنا البوليس قالوا ممكن انه يكون اخر جريمه لهاد القاتل او لهاد السفاح اللي هو دوخنا هذه مده ديال 3 شهور. هنا بدا البحث، مع من غادي يبحثوا؟ سولوا الجيران، حتى واحد ما شاف هاد السيد، حتى واحد ما جلس معاه غير العروسي مول جافيل. قالوا باش غادي نبداو بالعروسي مول جافيل. دقوا على العروسي مول جافيل ما لقاوش. بداو تيسولوا فين ممكن يكون هاد العروسي، تيقولوا ليها ودي السيد راه تيرجع بحالته في الوقيته اللي قال الدري خليته معبى، ديك الوقيته ديال 6 العشيه 7 العشيه، والسيد ما كاينش في دارو. غريبه انه متعود يجي وتيبقى تقريبا في دارو، حيت كاين الناس ديال الجيران تياخذوا منه جافيل من الدار ديالو، وهو عنده ديك الكروسه ديال اليد تدور بها في الاحياء. بداو البوليس تيقلبوا على هاد العروسي، تيقلبوا حتى لقاوه مع ديك الوقيته ديال 12 الليل راجع. وقفوه قالوا لي السلام عليكم، البطاقه ديالك؟ قال لهم ودي ما هزاش. نسيت ما قلتش لكم بان رجال الشرطه خداو معاهم ولد الضحيه باش يتعرف على العروسي. قال لي ودي هو هذا. وقفوه سولوه فين كنتي؟ قال لهم كنت نبيع. قالوا لي كاين شي واحد مع 12 اللي تيجي يبيع جافيل؟ مستحيل. قال لهم الا كملت ومشيت للقهوه. قالوا لي كاينه شي قهوه حاله دابا؟ القهاوي في هاد الوقيته هادي تيسدوا بكري، العشرة تلقاهم سادين. قالوا لي يلا معنا القهوه. داو القهوه، تيمشيو تلقى القهوه ساده. سولوا العساس اللي قدام القهوه، قال لهم ودي هاد القهوه تتسد مع العشرة ما تبقاش ل 12، بمعنى هاد السيد كذاب. قالوا ليه قول لنا فين كنتي، فين ديتي الجوته؟ هنا رجال الشرطه وجهوا ليه الاتهام مباشر. قال لهم وين جوته سيدي؟ بداو تيديروا المعاينه في ديك الكريسه اللي جايب دافع، تيلقاو فيها اثار ديال الدم. جروه وداوه للدار ديالو، تيقلبوا الدار تيلقاو الاثار ديال الدم. قالوا لي غادي يتقر ولا ما غاديش يتقر؟ فين ديتي الجوته؟ هنا تبين لهم بانه ممكن يكون هو القاتل لانه تحصل متلبس. قال لهم ديتها رميتها في الزباله، بمعنى قطع السيد يديه حطهم قدام الدار وهزوه في ديك الكروسه ودهلاحو، ما تعطلش به. هنا تيقول لك الروح عزيزه عند الله. فعلا هاد السيد هذا جارو ما يقتلو، ما تعطلش بانه يكون هو الضحيه اللي ممكن طيح هاد السفاح هذا، وفعلا طاح. وجمعوا عليه جميع الادله رجال الشرطه القضائيه. وهنا بدا السؤال ديالهم، علاش قتلتي هاد الناس الاول والثاني والثالث بعد ما اعترف بانه هو القاتل ديالهم بثلاثه؟ قال لهم ما عندي معاهم حتى شي مشكل، انا عندي واحد الغريزه تتقول لي نوض قتل تنوض نقتل بدون ما نشعر، حتى تلقى راسي قتلت وقطعت اليدين ومشيت في حالاتي. ضروري عندي واحد الرغبه خاصني نقتل. قالوا لي علاش توقفتي المده ديال 3 شهور؟ قال لهم عرفتكم متبعني وطيحوني، داكشي علاش وقفت. كون درت او ارتكبت ديك الجريمه في ديك الوقيته كنت غادي نحصل. وهنا شوفوا جريمه وسفاح بدون هدف او بدون شي سبب مقنع، انها كاين واحد الناس اللي عندهم واحد نقولوا انفصام الشخصيه، واحد نص في شخصيته تاع علاقه مع النص الاخر اللي تيشوفوه الناس وتيكون باين لهم انسان طيب. كيف كان هذا العروسي تيبان الناس انسان طيب وانسان تعيش وحيد. من بعد ما تعرفوا على الحياه ديال هذا العروسي وهذه العقده كيفاش ركباتو بانه انسان كان مزوج وعنده الوليات ديالو، وللاسف ماتوا في واحد الحادثه وبقى هو عايش وحيد. وديك الوحدانيه ممكن ركبات فيه واحد العقده نفسيه اللي خلاته انها تكون فيه مجرم، او نسميه سفاح ماشي مجرم عادي، باش ان الانسان يقتل ويشوه جثه واحد الانسان ويقطع يده بواحد الدم بارد. هذا ماشي انسان عادي، هذا انسان مريض نفسي. وفعلا كان هو هذا العروسي كان انسان مريض نفسي، وكان انسان عنده واحد الغريزه ديال القتل بدون هدف. وهنا توصلنا لنهايه القصه ديالنا من بعد ما تحكم على العروسي بالمؤبد. وكانت قصه صراحه جد مؤلمه، من اكثر القضايا او القصص اللي هي مؤثره، ان ناس تموت بهذه البشاعه. صراحه شيء مؤسف. نتمنى ان القصه تنال الاعجاب ديالكم. الى قصه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.